أحياناً غلطة واحدة بس ممكن تدمر حياتك كلها، ومهما حاولت تصلحها مش هتعرف، وهتفضل بقية عمرك كله بتصلح فيها. أنا بحب مراتي جداً، بس غلطت غلطة واحدة خلتني أقتل علشان أحافظ عليها. واحدة غلطت معاها مرة وهددتني تقول لمراتي وتخرب علي حياتي، بس أنا منعتها. أنا دلوقتي بحفر قبرها بإيدي في الطريق الصحراوي، وبكرة هقدر أرجع لحياتي ولمراتي حبيبتي. رجعت البيت وأنا بتزلزل ومش عارف أنام من الذنب، ذنب إني قتلت واحدة وذنب إني خنت مراتي. أنا مين؟ أنا راشد، 38 سنة، مهندس إلكترونيات، متجوز أجمل حاجة في الدنيا اسمها نادية، مش بحب غيرها في الدنيا كلها. بس اللي حصل ده كان غلطة ولازم أتوب عنها. على الباب نادية الجميلة أخدت بالها إني شكلي تعبان وقالت: مالك يا حبيبي؟ أنت كويس؟ شكلك تعبان. قلت لها: معلش، ضغط الشغل بس، كان عندي شغل متأخر امبارح. وهربت منها وقمت غسلت وشي ونزلت جري أروح الشغل من غير فطار. وأنا في الطريق دماغي فضلت تفكرني بامبارح، وأنا بنظف الشقة من الدم وبقفلها وبخليها كأنها ما حصلش حاجة وبمسح البصمات بتاعتي. ونزلت من غير ما حد يشوفني ورميت المفتاح عشان ما حدش يعرف يفتح شقتها دلوقتي ويفتكروها مسافرة ولا حاجة. كل ده جه في دماغي، مش عارف هيحصل ايه الفترة الجاية. وفجأة لمحت خيال بيعدي الطريق، فرملت مرة واحدة بس اختفى. ازاي؟ ببص بعيد شفتها، شيرين اللي قتلتها. طب ازاي؟ مش هي ماتت وانا دفنتها بإيدي؟ وفجأة اختفت. نزلت اتخانقت مع اللي ورايا عشان وقفت فجأة، وبعد كده رحت الشغل. وانا قاعد نص نايم ونص صاحي سمعت كلام في ودني، همس كده، هو صوتها، صوت شيرين بتقول: لحقت تنساني يا حبيبي. قمت مفزوع من على المكتب، قلبي بيدق في كل حتة في جسمي، وزمايلي في الشغل بيبصولي باستغراب. وصاحبي عصام جه قال لي: مالك يا راشد؟ في ايه يا صاحبي؟ هو الحب بيعمل كده ولا ايه؟ استهدى بالله. ما كنتش قادر أرد، أخدت إذن ومشيت جري. وأنا في الطريق الشبح ظهر تاني، وبقيت أسمع صوتها وهي بتقول بنبرة عتاب حزينة: وحشتني قوي يا راشد، هونت عليا، تسيبهم يعملوا فيا كده، تسيبهم يدفنوني وانا لسه عايشة. لما وصلت البيت نادية كانت مستنياني ووشها شاحب، كأنها حاسة بمصيبة. ما كنتش قادر أداري أكتر، انهارت تماما وحكيت لها كل حاجة. حكيت لها إني قتلت شيرين علشانها وعلشان أحافظ على بيتنا. نادية في الأول اتصدمت، عينيها كانت مليانة رعب وذهول، وقعدت ربع ساعة ساكتة تماما بتبص للفراغ. جت قعدت جنبي ومسكت إيدي وقالت بصوت غريب: أنا مش هسيبك تضيع يا راشد، اللي حصل حصل، بس الست دي مش هتمشي، أنا حاسة بيها في البيت. الليلة دي كانت ليلة من الجحيم. الليل دخل علينا والبيت ضلم، وفجأة النور بدأ يرعش وسمعنا صوت خبط مكتوم جاي من الشباك. نادية بدأت تترعش وتقول كلام مش مفهوم، وفجأة الشبح ظهر لنا إحنا الاتنين في ركن الصالة، خيال أسود، صوته مال المكان وهو بيقول: الخاتم فين يا راشد؟ الأمانة اللي سبتها في المعادي بتنادي صاحبها، ما تصدقش عيونك، صدق اللي مات. نادية صرخت ومسكت فيا وقالت: كفاية، لازم نروح له دلوقتي. اتصلت بحد وقالت ليا: بلبس، احنا هنروح للشيخ مبروك. وصلنا للدجال في نص الليل، وأول ما دخلنا ريحة البخور خنقتني. الدجال أول ما شافني سكت تماما وبص لنادية باستغراب جامد، عينه كانت بتتحرك بينا بذهول كأنه مش صدق إننا واقفين قدامه سوا. نادية هزت راسها ليه بخفة، فضحك ضحكة هزت الحيطان، وبصلي وطلع سلسلة تانية فضة وقال لي بنبرة آمرة: ده الحصن، طول ما هي في رقبتك وجنب المدام الروح مش هتلمسك، بس لو بعدت عنها شيرين هتاكلك. لبست السلسلة ومشينا من عند الشيخ مبروك. تاني يوم اتصلت بيهم في الشركة وأخدت أجازة يومين، وفعلا فضلت في البيت يومين ما خرجتش، وفضلت جنب مراتي. ساعتها فعلا ما حصلش أي حاجة،
كل حاجة رجعت لطبيعتها وبدأت أنسى كل حاجة. ونادية كمان بقت تقولي أنا حاسة إن كلام الشيخ صح وكل حاجة هترجع تمام. أنا بس كنت حاسس إن في حاجة غريبة في كل الأحداث دي. لما مراتي متسامحة كده، أنا قتلت شيرين ليه؟ ما كنت سبتها تقول لها وكنت صالحتها وخلاص. الواحد ساعة الشيطان ما بيدخل دماغه بيتعمي عن الحلول كلها. اليومين خلصوا ورجعت الشغل، وفي الشغل عصام جه قال ابسط يا عم، المدير اختارك تكون المدير في فرع دبي. ما كنتش مصدق، كنت مستني السفرية دي من زمان. رحت للHR وطلب مني شوية ورق، شهادات ميلاد وصور بطايق وقسيمة جواز. كلمت نادية قالت لي إنها مش لاقية قسيمة الجواز، فقررت وأنا مروح أعدي أطلع واحدة. وفعلا وأنا مروح راكب العربية لقيتها شيرين واقفة قدام العربية وقالت بكل هدوء أنا حبيبتك، هي سحرتك، هي عايزة تتملكك. وبعد كده اختفت. نسيت إن طول ما أنا بعيد عن مراتي السلسلة ما بيشتغلش مفعولها. حاولت أتناسى ورحت أطلع القسيمة. اديت الموظف الورق وقعدت شوية، بعدين نده عليا واداني القسيمة. اسم الزوج راشد أسامة محمد، واسم الزوجة شيرين إبراهيم فؤاد. إزاي؟ سرحت وقلت للموظف مين دي؟ مش دي مراتي اسمها نادية. الموظف قال لي لحظة كده يا أستاذ، ما أنت ما قلتليش أنت عايز قسيمة أنهي جوازة، ومعرفش إنك متجوز 2. قلت له إزاي يعني أنا عندك متجوز 2، شيرين ونادية. مشيت من عنده وأنا كنت هتجنن. أنا ما اتجوزتهاش، أنا متأكد. لحظة، أنا مش متأكد. أنا مش فاكر حتى أنا قتلتها إزاي. أنا حتى مش فاكر عنها أي حاجة ولا فاكر إني بكرهها. هو إيه بيحصل؟ أنا اتجننت ولا إيه؟ بقيت ماشي في الشارع هتجنن. قررت أكلم صاحبي وأحكيله، بس مش كل حاجة. هحكيله على شبح بس وإنه بيظهر لي. وفجأة التليفون رن، الرقم متسجل باسم أستاذ صبري مدير المطعم ريد فلاور. رديت وقال لي إزيك يا باشمهندس راشد، كنت بكلمك عشان نأكد حجز يوم الاثنين. قلت حجز إيه؟ قال حجز الترابيزة بتاعة شو عيد ميلاد مدام حضرتك، مدام شيرين. فجأة شبح شيرين ظهر قدام وشي وأنا مش قادر أتحرك، وهي قالت بكل هدوء نسيت عيد ميلادي، قدرت تنسى. أنا مش هسيبك تعيش العيشة دي، مش هسيبك، أنا بحبك. وقعت على الأرض. الناس قومتني ورجعت العربية. كلمت عصام وهو جه، قلت له على كل حاجة ما عدا إني قتلت. عصام قال أنت بقالك مدة غريب وشكلك مش مجنون ولا كذاب. أنا هكلم دكتور هشام الوسيط الروحاني دلوقتي وهنروح له وهو هيفهمنا. رحت للدكتور هشام أنا وعصام، رحب بينا وسألنا هل الروح دي منتحرة أو مقتولة؟ ما قدرتش أقول حاجة وقلت له معرفش. هو قال أنا هكون الوسيط، هحضر الروح عليا. رسم دايرة على الأرض وولع شمعة وبخور، وفجأة اتكلم بصوت شيرين وقال أنا أنا فين؟ فين؟ وبعدها بصت لي وجريت عليا. عصام حاول يقوم يمنعها، بصت له قام أغمى عليه. حاولت أقوم أجري، لقيتني اتشليت. قربت مني قوي، لقيتها أخدتني بالحضن وقعدت تعيط بحرقة وهي لسه ضماني، وصوتها طالع مخنوق، وقالت وحشتني قوي قوي يا راشد، أنا هونت عليك تسيبها تعمل فيا كل ده؟ بصيت في عينيها برعب وقلت لها أنا قتلتك يا شيرين، أنا دفنتك بإيدي عشان أحمي بيتي. ضحكت بوجع وقالت أنت ما قتلتش حد يا راشد، نادية هي اللي قتلتني. نادية عرفت من الدجال الأول إننا متجوزين، وجابت منه السلسلة دي عشان تمسح ذاكرتك وذاكرتها وتخلينا ننفصل للأبد. فاكر شقة المعادي؟ دي كانت شقتنا، كنا بنفرشها سوا عشان نتجوز فيها رسمي. سكت لحظة وكملت وهي بتترعش. يومها نادية جات لي الشقة، كانت عارفة كل حاجة، واجهتني وبدأت تصرخ. قالت لي إنك ملكها هي بس ومحدش هياخدك منها. مسكنا في بعض، وفي لحظة غل نادية خبطت راسي في الرخام ووقعت غرقانة في دمي. أنا مت يا راشد، ونادية واقفة بتتفرج عليا بدم بارد. وقعت من طولي وأنا بسمعها، لكنها كملت بسرعة. نادية خافت من الذنب
فراحت نادية خافت من للدجال الذنب، الشيخ مبروك، فراحت للدجال وهو اللي شربها الشيخ السر مبروك، واداها وهو اللي السلسلة شربها الملعونة. السر السلسلة واداها دي السلسلة هي اللي الملعونة. خلتها تتحكم فيك، السلسلة دي هي اللي هي زرعت في خلتها دماغك تتحكم إنك فيك. أنت اللي قتلتني، هي اللي زرعت في وهي اللي دماغك مسحت إنك أنت ذاكرتها اللي هي قتلتني. كمان عشان وهي اللي تبقى مسحت بريئة ذاكرتها قدامك هي بجد كمان وتنسى عشان الذنب. تبقى بريئة هي اللي قدامك خلتك بجد تشيل جثتي وتنسى الذنب. وتدفنها بإيدك هي وانت اللي مغمى خلتك على تشيل عقلك جثتي عشان وتدفنها تكسرك بإيدك وتخليك وانت تحت مغمي على رجليها عقلك بالذنب. عشان نادية تكسرك مسحت حبي من وتخليك قلبك تحت رجليها وزرعت بالذنب. كره ومسحت نادية مسحت حقيقتها حبي من وزرعت قلبك صورة وزرعت الملاك كره المضحية. ومسحت بصت لي بقهر حقيقتها وقالت وزرعت صورة السلسلة اللي في الملاك رقبتك دي يا المضحية. راشد دي مش بصت لي حماية، بقهر وقالت دي قفل على عقلك. السلسلة اللي في طول ما رقبتك انت دي يا لابسها راشد وجنبها دي مش انت حماية، عبد دي لذاكرتها قفل على هي، عقلك. بتشوف اللي هي طول ما انت عايزاه لابسها وتنسى وجنبها اللي هي انت مرعوبة عبد تفتكره. لذاكرتها حتى هي، جوازنا، بتشوف حتى اللي هي حبنا، عايزاه حتى الليلة وتنسى اللي اللي هي قتلتني مرعوبة فيها، تفتكره. كل ده هي اللي حتى رسمته جوازنا، جوه نافوخك. حتى حبنا، حتى الليلة اللي قتلتني فيها، كل ده هي اللي رسمته جوه نفوخك. بدأت الروح تتهز وصوت الدكتور هشام يقطع، وقبل ما روح شيرين تختفي فجأة حسيت ببرق خبط في نفوخي. الروح دخلت جوه عقلي وافتكرت كل حاجة. شفت نادية وهي بتضرب شيرين، شفت نفسي وأنا شايل الجثة وأنا بعيط وبقول كلام مش فاهمه. افتكرت كل حاجة، افتكرت حبي لشيرين وافتكرت غدر نادية. وقالت شيرين جملتها الأخيرة قبل ما تمشي: نادية مش بتحبك يا راشد، نادية بتمتلكك. لو عايز ترجع راشد اللي كان بيحبني، اقطع السلسلة، اقطع السلسلة وشوف الحقيقة اللي نادية دفنتها معايا تحت الرمل. وفجأة الدكتور هشام وقع على الأرض وعصام بدأ يفوق وهو بيترعش، وأنا وقفت في نص الأوضة إيدي على السلسلة اللي في رقبتي وعقلي بيغلي. نادية الملاك اللي في بيتي طلعت هي الشيطان. وقعت على الأرض منهارا ببكي على حب عمري اللي دفنتها بإيدي، والملعونة حتى ما ادتنيش فرصة أحزن عليها. الغضب عماني وجات لي فكرة شيطانية. سبتهم على الأرض وقمت وعصام بيقول: هو حصل إيه؟ أنت رايح فين؟ سبتهم وقمت جري وحواليا شايف شيرين في كل مكان. قلت لها: أنا هاخد حقك ما تقلقيش. لقيتها خايفة عليا وبتقول: لأ، ما تضيعش نفسك عشان أنا كنت عايزك تفوق بس وتفتكرني، لكن عيش حياتك وأنا همشي. قلت لها بكل خوف وحزن: اوعى، ما تقلقش، مش هعمل حاجة متهورة، انت بس امشي معايا. ركبت عربيتي رجعت البيت، لقيت نادية منتظراني بلهفة وخوف. اتأخرت قوي كده ليه؟ بدون تفكير ضربتها بكل ما عندي، أغمى عليها ووقعت على الأرض. ربطتها في كرسي ونشلت السلسلة من رقبتها وكان بيطلع معاها الجلد، وهي بتصرخ وتقول: انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ الشبح وراك، حاسب. قلت لها: أنا باخد حقك وحقها، بس أنا مش زيك، أنا قبل ما أخلص منك لازم أعرفك ذنبك. لبست السلسلة وحسيت بألم رهيب في رقبتي كان متسلسل. مسكت إيدها وفكرت بس إن ذكرياتها ترجع، ولما ذكرياتها رجعت وفهمت كل اللي هيحصل فيها فضلت تبكي وتصرخ. فأنا ربطت بقها ومسكت إيدها تاني ومسحت كل ذكرياتها، ومسكت إيد الشبح ونقلت كل ذكرياتها جوه نادية، وعملت نفس اللي عمله الوسيط الروحاني، الرسمة والشمع والبخور. ولقيت شيرين فاكرة الكلام اللي كان بيتقال. فجأة لقيت نادية بتصرخ وشيرين بتتسحب تدخل جواها، وبعدها كل حاجة في البيت اتكسرت والشمع ولع في الأرض. فكيت الحبل بسرعة وجريت أنا بسرعة بره البيت، ومعرفش اللي عملته ده نجح ولا لأ. الشقة بدأت تتحرق بشكل بشع كأنها بقت حتة من جهنم. الشقة بالعمارة انفجرت وما حسيتش بأي حاجة غير وأنا ومراتي في المستشفى ومعظم سكان العمارة. أول ما فتحت عيني لقيت نادية بتبصلي بكل حب وخوف عليا وقالت: وحشتيني قوي يا حبيبي، شقتكم اتحرقت والعمارة نصها وقع تقريبا، بس فداك احنا لسه عندنا شقتنا، شقة المعادي. دي كانت حكاية راشد ونادية وشيرين، حكاية الحق اللي رجع بس بتمن غالي قوي. أنا حقيقي استمتعت جدا وأنا بكتب وبحكي لكم القصة دي، وأتمنى تكون عجبتكم وعيشتكم في جو الغموض اللي شفناه سوا. حابب أشكركم جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات، بجد تعليقاتكم ودعمكم هم اللي بيخلوني أقدم لكم قصص أقوى وأغرب. مستني أعرف رأيكم في الكومنتات عن النهاية الصادمة دي. تفتكروا راشد كان عنده حق في اللي عمله؟ لو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
شكرا ليكم وأشوفكم في القصة الجاية. سلام.